يرزق أهل الجنوب باستقلال وحرية قريبة منتظرة بإذن الله تعالى. ستنطلق المباراة بعد لحظات، وكما يعلم الكل أيها الأحبة بأن أكاديمية شبوة الفريق الذي سيلعب على يسار المنصة الشرفية، وبينما شعلة عدن سيلعب على اليمين بلونه الأصفر في مباراة تجمع الطرفين، واحد من شبوة وواحد من عدن. وعندما نتحدث عن عدن فنحن نتحدث عن التلال، عن الوحدة، عن أسماء الأندية الكبيرة، نتحدث عن النجوم، عن شرف محفوظ، عن سامي نعاش، عن عمر مبارك، عن عديد الأسماء اللي كانوا موجودين في حقبة التسعينات وما قبلها. عندما نتحدث عن عدن فتنطلق الذاكرة إلى بطولة كأس الخليج التي استضافتها، واللي كانت فيها، واللي كانت أيامها حلوة، واللي بصراحة كانت واحدة من البطولات الخليجية التي لا تنسى. وفي انتظار إن شاء الله بطولة تجمع كل الخليج في الجنوب بإذن الله تعالى قريبا إن شاء الله. صافرة البداية، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة أيها الأحبة، عبد الله الغامدي يحييكم، يرحب بكم. هنا انطلقت المباراة، مباراة